تقريبا اكتر مكمل مشهور او اكتر مكمل اكيد سمعت عنه لو انت رحت اي جيم، وهو الامينو. هو كل واحد امه فرحانه بيه ورافع حبايتين امينو هيجي يعيش علينا ولا ايه؟ طالما حاجه مشهوره او حاجه معروفه عند الناس فطبيعي هتلاقي عليها كميه كلام كتير جدا، في منها صح وفي منها غلط. فالنهارده انا هعرفك كل حاجه بالتفصيل عن المكمل دوت، وهفهمك تستخدمه ازاي كمان بالظبط لو انت حابب انت تستخدمه عشان محدش يضحك عليك. اول حاجه ايه هو الامينو دوت من الاساس؟ الامينو او الامينو اسيدز هو عباره عن تركيب عضوي، ولما التركيب دوت بيتجمع مع بعضه بكميات كتيره مع بعضها بيكون البروتين. فاحنا عندنا بروتين، فالبروتين هو اللي بيساعدنا ان احنا نعمل عضلات. لما بتاكل اي حاجه فيها مصدر من مصادر البروتين، البروتين دوت بيبدا ان هو يتكسر ويتهضم وبيتحول لامينو اسيدز. فجسمك بيبدا ياخد الامينو اسيد دوت وبيستخدمه في حاجات كتيره جدا، زي ان هو بيخليك ان انت تبدا تكبر، او ان انت تبني عضلات، او ان هو بيبدا يطور جسمك عموما. وكمان ممكن جسمك يستخدمه كمصدر للطاقه عشان تبدا ان انت تتحرك او تتمرن وتمارس يومك بشكل طبيعي جدا. الامينو بيتقسم لثلاث مجموعات: essential amino acid ونون essential amino acid وconditional amino acid. فالامينو كمكمل هو بيكون المكمل الشامل اللي فيه كل انواع الامينو اسيد اللي جسمك محتاجها. ففي بعض الشركات بدات تاخد اجزاء معينه من الامينو اسيد دي عشان هم احماض امينيه كتيره جدا، فبداوا ياخدوا مثلا 3 او 4 امينو اسيد ويعملوها في مكملات ثانيه زي البي سي دبل اي والاي اي ايز. فدي مكملات منفصله تماما عن الامينو. فهو الامينو كده هو المكمل الاساسي الشامل الكبير، لكن هم بداوا ياخدوا اجزاء منه ويعملوا مكملات ثانيه. المكملات دي احنا بنعمل عنها لسه فيديوهات في المستقبل. فمن الثلاث مجموعات بتوعنا المفروض ان انت تركز على الاسينشال امينو اسيد. اشمعنى الاسينشال؟ عشان جسمك مش بيقدر ان هو ينتج الامينو اسيد دول زي النون اسينشال، فتقدر ان انت تاخدهم من مصادر خارجيه زي اللحمه، زي البيض، زي الكينوا، زي فول الصويا، او تقدر تاخده كمكمل. تاني حاجه بقى هي فوائد الامينو اسيد دوت، واللي هو يعتبر مهم جدا لجسمك. اول حاجه ان هو بيحسن المزاج والنوم. من ضمن انواع الامينو اسيد الموجوده هي حاجه اسمها تريبتوفان. فالتريبتوفان دوت بيساعد على انتاج السيروتونين. ده بيحسن عموما المنتال هيلث بتاعت الشخص، زي المود بتاعه، ان هو ما يبقاش مقريف طول اليوم، ان هو يبقى حاسس ان هو مبسوط، او يحس ان يومه عموما متظبط وكويس. وكمان السيروتونين مهم جدا عشان تقليل القلق والاكتئاب. تاني حاجه ان هو بيساعد على نقص الوزن. في دراسه اتعملت في جامعه امريكيه على مدار اسبوعين متواصلين ان استخدام الامينو بشكل يومي بيساعد على تقليل الوزن، ولكن ما ينفعش تعتمد على مكمل ان انت تقلل وزنك. الحاجه الاساسيه اللي بنركز عليها في الدايت هي ان انت بتعمل عجز في سعراتك الحراريه، وبتبدا ان انت تتمرن او بتمارس اي رياضه سواء في الجيم او سواء في البيت، وبتعمل كارديو، فبتبدا ان انت تحرق وتخس بالتدريج. فالامينو ممكن يساعدك شويه بس. ثالث حاجه ودي مهمه للناس اللي بتروح الجيم، وهو انه بيساعد على الريكفري او الاستشفاء. لما تروح الجيم وتشيل حديد وبتتمرن تمرين قوي، الالياف العضليه بتاعت جسمك بتبدا ان هي تتقطع حاجات بسيطه، بيحصل زي تشققات بسيطه. فالامينو اسيد عموما هو بيساعدك ان انت تبدا تلحم الالياف العضليه اللي اتقطعت دي، فبيساعدك ان انت تعمل استشفاء اسرع. ورابع حاجه ان هو بيساعد على تطور العضلات. من ضمن الاحماض الموجوده في الامينو هي حاجه اسمها اللوسين. فاللوسين دي بتساعد على تخليق البروتين او البروتين سينثيسيس، معناه ان انت عندك بروتين زياده في جسمك، فبالتالي هتبدا ان انت تعمل عضلات زياده. وخامس حاجه ان هو بيحسن من وظائف الكبد. فالامينو اسيد عموما مهم جدا للناس اللي عندها مشاكل في الكبد، ولكن طبعا لو انت اتغشمت فيه او ان انت حطيت منه كميات زياده جدا دخلتها لجسمك، ده هيعمل لك مشاكل في الكبد. فلازم ان انت تكون موازن الدنيا، او ان انت موصل الدنيا في النص. اي حاجه زياده عموما ايا كانت ايه هي في الحياه، اي حاجه زياده غلط، لكن لو انت خدته بكميه بسيطه اللي هنقول عليها كمان شويه، ده هيساعدك ان انت تكون توظف الدنيا صح، او ان انت ما يحصلكش اي مشاكل في جسمك. تالت نقطة تستخدمه ازاي؟ لو انت هتعتمد فقط على الامينو ان انت ده المكمل الوحيد اللي انت هتجيبه، فدوت مش كفاية. الصح ان انت تدخله مع اي مكمل تاني. طبعا لو هو تابلتس فانت هتاخد مثلا بالكتير من 1 ل 2 في اليوم، ولكن الصح او الطريقة اللي انت هتستفاد منها اقصى استفادة من الامينو هو ان انت تدخله مع مكملات تانية. زي ما قلت لك من شوية ان في حاجات طلعت من الامينو اسيد او المكمل الامينو عموما اللي هي البي سي دبل اي والاي اي ايز. دول مكملين منفصلين، ولكن بيكون في تركيز على انواع معينه في الاحماض اللي موجوده في المكمل الامينو عموما، هي بتكون متركزه في الحاجتين دول. فانت الصح ان انت تعمل ميكس مثلا ما بين الثلاثه. لو انت تقدر ان انت تكون تجيب الثلاث مكملات ده هيكون كويس جدا ليك. لكن لو انت مثلا تقدر ان انت تدخل البروتين مع الامينو، زي ما قلت لك برده قبل كده ان البروتين هو يعتبر اهم مكمل تقدر ان انت تركز عليه في الاول جدا، ان انت تجيب البروتين بعد كده تفكر في اي مكمل تاني. فلو انت هتستخدم مكمل البروتين اللي هو المكمل الاساسي معاك، تقدر ان انت تدخل مع الامينو، فانت تكون كده بتدخل بروتين مع الامينو، فكده انت دخلت لجسمك احماض امينيه كفايه، فجسمك هيبدا يستفاد منهم كويس جدا. ولكن مكمل الامينو لوحده ما اظنش ان هو هيكون كفايه.
رابع واخر نقطه، هل مكمل الامينو يعتبر قيمه مقابل سعر، او هل يستاهل ان انا اجيب المكمل ده؟ تقدر تجيب المكمل دوت اي مفيش مشاكل وهتستفاد منه كويس جدا، ولكن لو انت قدرت تدخله مع حاجات ثانيه، يعني مثلا لو انت هتجيب الامينو ممكن ما تجيبش الامينو ذات نفسه اللي هو الامينو التابلتس العادي، ممكن تجيب البي سي دبل اي والاي اي ايز مع بعض، والاثنين تعمل لهم ميكس مع بعض وتستخدمهم على مدار يومك. ده هيساعدك اكتر جدا من ان انت تكون استخدمت التابلتس فقط. ولكن من رايي اهم مكمل انت محتاج ان انت تركز عليه في الاول هو البروتين. اول حاجه تجيبها البروتين، بعد كده تجيب الكرياتين، بعد كده الحاجتين اللي بيكونوا بعد البروتين والكرياتين اللي هي الاوميجا 3 والمالتي فيتامين. دول كده اهم 4 مكملات عموما موجودين. فالامينو انا مش بحسه قوي، انت ممكن لو ركزت اكتر على الاكل بتاعك ان انت تدخل لجسمك كميه اكل كويسه من المصادر اللي انا قلتها من شويه، ده هيكون كفايه جدا بالنسبه لك. فالاكل هيساعدك شويه ان انت تعوض من الاحماض الامينيه اللي جسمك محتاجها. فالبروتين هو الحاجه الاساسيه اللي انا عايزك تجيبها في الاول. بعد كده لو انت معاك فلوس زياده، او لو انت حابب ان انت تدخل لجسمك كميات بروتين زياده وكميه امينو اسيد زياده لجسمك، تقدر تجيب مكمل امينو هيكون كويس جدا. كده يا شباب ده يكون فيديو النهارده، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتشغلوا زر الجرس وتعملوا لايك للفيديو ده، وتكتبوا لي في الكومنتس تحت لو في اي حاجه عايزين تسالوني عليها. وكمان هتلاقوا الاكونتات بتاعت تحت، فيسبوك، انستجرام، تيك توك، تويتر، خشوا تابعوني عليهم هناك. في فيديوهات وستوريات بتنزل هناك كل يوم، حاجات هتعجبكم جدا هناك. ولو انت بقالك فتره تايه في الجيم او بتحاول توصل لشكل جسم كويس ومش عارف تعمل ايه، او مش عارف تبدا ازاي اصلا، لو انت لسه رايح مبتدئ وجديد، تقدر تبعت لي على لينك الواتساب تحت هتلاقيه. ابعت لي هناك هاشتاج اونلاين كوتشنج، هبعت لك الباقات التدريب المتاحه معانا، هساعدك ان انت توصل لاحسن شكل جسم في حياتك. الموضوع هيكون بسيط جدا وسهل جدا، عشان انا التدريب معايا بخليك تحب الموضوع، مش مجرد ان انا بمشيك على برامج وخلاص حاجات هتعملها النهارده وهتخلصها بكره. لا، انا عايزك ان انت تبقى تحب الموضوع عشان تقدر انت تكمل فيه. الموضوع بيكون كلايف ستايل، حاجه نمط حياه، طريقه حياه. فلو انت ما عالجتش الجاب الاساسيه او المشكله الاساسيه ان انت يومك مش متظبط اصلا من الاساس، او ان انت النظام بتاعك اللي انت بتعمله على مدار يومك الموضوع ده مش صحي وبتعمل حاجات غلط، فمش هتقدر انت توصل لاي حاجه في الاخر. او لو انت وصلت لشكل جسم كويس هترجع ان انت تخسر الجسم دوت تاني، عشان احنا زي ما قلت لك ما عالجناش المشكله الاساسيه. فانا بعالج معاك المشكله الاساسيه وبخليك ان انت تحب الموضوع، فهيخليك ان انت تكمل في المجال دوت وهتحبه جدا ان شاء الله. ولو فاتك اي فيديو من سلسله المكملات، خش على البلاي ليست هنا عندي على القناه، شوف كل الفيديوهات اللي فاتت واستنى الفيديوهات اللي جايه. هنكمل سلسله مكملات بالكامل، مفيش مكمل هنسيبه مش هنشرحهم كلهم بالتفصيل عشان تبقى فاهم ايه هي مكملات. مش اي حد يقول لك كلمه مكملات بتجيب لك عقم، المكملات مضره، المكملات والالبان ومش عارف ايه بتاع. هفهمك كل مكمل زي ما قلت لك، زي ما عرفنا في مكمل النهارده، عشان تبقى طالع من الفيديو انت فاهم ايه هو الامينو اللي احنا مثلا اتكلمنا عليه النهارده، او ايه هو الكرياتين والبروتين اللي اتكلمنا عنه قبل كده. فعشان تبقى فاهم كل حاجه بالتفصيل، مش اي حد يقول لك اي حاجه تصدقها. واشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.